لأن بوابة تحرير القدس تأتي من سوريا شيخ. هذا كذاب أشر، ليست من سوريا، وهو كذب في ذلك، بل انهزم أمام إسرائيل وترك مزارع شبعة وفي جزء محتل من لبنان، ومعلوم أنه لم يدخل إلا بضوء أخضر من أمريكا ومن إسرائيل. بالله عليكم، هل يمر تحرير فلسطين عبر قتل الشيوخ في القصير وفي حلب، وعبر قتل الأطفال، وعبر قتل النساء؟ لكن نحن كمسلمين، كطلبة علم، كدعاة، كعرب، كمواطنين خليجيين، نطالب من حكامنا ومن علمائنا مواقف. يعني أنا أقول المواقف هذه تتلخص أن واجب الحكام أن يصدروا يعني قرارات فاعلة مؤثرة حاسمة يعني صادمة. العلماء أن يكونوا صفا واحدا، وأنا أحيي الشيخ القرضاوي وأحيي هيئة كبار العلماء في السعودية، وغدا سوف يلتقي العلماء في القاهرة. أنا أريد بيانات ليست توصيات. يعني مشكلة يعني الصفويين في إيران وحزب الشيطان يعملون في الأرض أنهم ينفذون ويقولون يقولون ويفعلون. نعم. نحن عندنا كلام وخطب نارية، لكن الآن بلادنا صارت تستباح. طيب يعني شيخ، ما هي المواقف اللي وصفتها بالصارمة أو الصادمة، أو المواقف التي تبحث عنها من قبل المسؤولين العرب؟ ما طبيعة هذه المواقف التي تريدها شيخ؟ نحن نريد مواقف من حكام الخليج، وعلى راسهم خادم الحرمين الشريفين. هذا ولاة أمور، هؤلاء مسؤولون عن رعاياهم وعن بلادهم وعن عقيدتهم أمام الله. نحن الآن أصبحنا في خطر، نهدد الآن مواقف صادمة حاسمة مؤثرة، منها أن يتعاملوا مع حكومة لبنان بقوة حتى إلى درجة أن حصار لبنان نفسه أو طرد سفراء لبنان. إذا كان ما في دولة يعني تتصرف وتترك الحزب يحكم لبنان، أجل ما ليست دولة يعني محترمة، وليست دولة إقليمية، وليست دولة معترف بها. إذن الثاني أن يأخذوا على يد أتباع الحزب الذين يمولونه في الخليج، وأنا سمعنا هذا القرار. الثالث أن يجندوا المعارضة السورية بالسلاح الفتاك حتى يقفوا أمام هذا الاستشراء من حزب الشيطان الذي يوغل الآن ومقصوده حتى دول المنطقة. الثالث موقف العلماء والدعاة يجتمعوا ويصدروا بيانا وتوجيها للأمة أن تأخذ حذرها. مقاطعة البضائع الإيرانية ومحاصرة أتباع الشيطان في المنطقة. القيام بحملة إعلامية لكشف ضلال هذا الحزب ومن وراءه. الدكتور يحيى بن محمد الهنيدي باحث في شؤون إيران يقول هناك جيش خاص بتحرير الحرمين يعني مكة ممن قاتلهم الله. يعني هذا جيش خاص في أجندة إيران، مكتوب هذا، ذكره الباحثون في ذلك، وهذه من أجندة إيران السرية. إلى متى ننتظر؟ إلى متى؟ أخذ العراق وانتظرنا، وأخذ سوريا وانتظرنا، وأخذ لبنان وانتظرنا، جزر الإمارات العربية وانتظرنا، أحرق البحرين وانتظرنا، جنوب السعودية مهدد بأجندة إيران وبسلاح إيران. فلماذا ما نقف الآن؟ ولماذا ما نجتمع؟ يعني كفى كلاما، كانت التصريحات لا تنفعنا. نحن نريد قرارات صامدة وصادمة ومؤثرة وحازمة. نعم. طيب شيخ، اليوم كثر من المراقبين والمحللين يقولون أنه بعد تدخل حزب الله في القصير تحديدا أصبحت المسألة مسألة طائفية بحتة، ويقولون الآن دور علماء الدين مثل حضرتك وآخرين لحماية المنطقة ككل، ليس فقط سوريا إنما المنطقة، من مسألة الحرب الطائفية. مشكلة نحن أهل السنة، نحن 1.5 مليار، نحن 96% سنة، ولكن المشكلة أن إيران عندها قرار سياسي وسلاح ودبلوماسية ومال وتنسيق وتدريب، ونحن السنة ضعاف. يقول عمر بن الخطاب أعوذ بالله من جلد الفاجر وعجز الثقة. نحن عندنا عجز أهل السنة، متفرقين متشتتين. حتى الثورة السورية ما دعموها بالسلاح الفتاك القوي. نريد صواريخ تسقط طائرات النظام، نريد تجنيد للثورة، نريد سلاح يدفع لها، نريد مال غزير، نريد تنسيق المواقف. يعني نحن علماء السنة، يعني باكستان سنة، الهند، نيجيريا، مصر، تركيا، دول إفريقيا، دول آسيا، الحنابلة، الشافعية، المالكية، الأحناف، بس مشكلة متفرقين. المشكلة أن الصفويين يفعلون ويقولون ويقاتلون. يعني أرسلوا السلاح لجنوب السعودية الفتنة، أرسلوا السلاح للبحرين، احتلوا الجزر الإماراتية، احتلوا العراق، احتلوا لبنان، احتلوا سوريا. هم لم يسبق أنهم قاتلوا إسرائيل ولم يقاتلوا اليهود. حتى يقول ابن تيمية ما قام عدو للإسلام، شوف الصليبيين التتار إلا كانوا معه.
حتى هناك يقول خشية شيخ. لو عندي 10 أشهر. نعم، هناك خشية اليوم من مسألة نعم. تزويدهم بالسلاح. هناك من يخشى أن يذهب السلاح إلى بعض المتطرفين اللي دائما نشوف أفلام عنهم في اليوتيوب مثلا، وعن قسوة التعامل مع من يقف بوجههم. هذه الخشية موجودة. طب كيف يمكن اليوم انتقاء المجموعات التي يمكن تسليحها؟ شنو رأيك؟ هذا عذر مظلم، وهذا فيه غباء، وهذا فيه اعتذار عالمي، هذا تواطؤ على الثورة السورية وعلى الشعب السوري. كم يمثل هؤلاء الذين يحملون الفكر؟ الشعب السوري كله ثار يريد السلاح، واجهناهم حتى في اسطنبول قبل أسبوع، قالوا كل الشعب ثار ضد النظام، ما عندنا سلاح. أما الذين يمثلون هذا الفكر حفنة قليلة بإمكان معرفتهم، بإمكان عدم التسليح لهم. هناك ثقات في الثوار وفي المجاهدين وفي الجيش الحر، هناك عقلاء، الشعب ثار، هناك انشقاقات في الجيش. أما الاعتذار بحفنة، طيب الآن هل اعتذرت إيران بهذا أو قالت أنه ما يصل؟ إيران تدخلت بحزب الشيطان، وتدخلت بالعراق، وتدخلت بجيش المهدي، وتدخلت بفيالق بدر، واحتلت في المنطقة، وهي تدفع المال والتنسيق السياسي والدبلوماسي. ولكن مواقف أهل السنة يعني ماذا بقي؟ يعني ننتظر حتى يأتونا في مكة وفي الرياض وفي جدة ويحاصرونا؟ يا قوم أفيقوا، هم عدونا الأول، خطرنا الدهم. نحن درسنا في المقررات التحذير منهم وأنهم يقصدوننا. نحن أمانة في أعناق الحكام، عليهم إذا لم يحفظوا الإسلام أن يحفظوا الكراسي، أن يحفظوا البلاد، أن يحفظوا المقدسات. يعني نحن مستعدون كطلبة علم، لكن من ينسق معنا؟ حاضرين الخطباء، وحاضرون الدعاة، وحاضرون المشايخ، وحاضروا الأساتذة والإعلاميون حاضرون. نريد التنسيق، نريد دعوة من والي الأمر أن نكون صفا واحدا، نريد من خادم الحرمين الشريفين أن يلم شمل المسلمين. الخطر الداهم علينا الآن هو الذي حذر منه ابن تيمية قبل 7 قرون، وحذر منه العلماء. نحن في خطر داهم من الصفويين ومن حزب الشيطان، والخطر علينا نحن الآن. خلاص وصل الطق، الرقبة وصلها الطق، خلاص وصل إلينا الخطر الآن. نريد يعني قصدي موقف موحد، نريد يقظة، نريد انتباه، وإلا فسوف يعني يقع المحذور ولا ينفع الندم بعد ذلك. أنا أشكرك على المشاركة معنا في نشرة الرابعة الشيخ عائض القرني الداعية الإسلامي، شكرا لك. ينزح الأطفال السوريون من مناطق القصف